يا ميت أهلا وميت سهلا بكل الحبايب. معكن خيكن ومحبكن دايما وسام حداد، الصحفي الرياضي اللبناني اللي بيعشق ريحة العشب وبدقق بكل شاردة وواردة بعالم التكتيك والفوتبول. واليوم جيتكم بقلب مفتوح وعقل عم يشتغل مثل الرادار لنحلل سوا وبالتفصيل الممل والعميق شو نطرنا بهيدي الملحمة الكروية بين محاربي الصحراء وفهود الكونغو الديمقراطية بماتش الثمن النهائي الموعود. وبدي إياكم تروقوا معي كتير، لأنه هيدا المقال رح يكون أطول من سهراتنا ببيروت وأعمق من بحرة، لأنه الكورة مش بس ركض ورا طابة، الكورة هي شطرنج وصراع عقول. واليوم بدنا نفكك براغي منتخب الكونغو قطعة قطعة، ونشوف كيف المعلم فلاديمير بيتكوفيتش لازم يخطط ليخطف التأهل بظل الظروف الفنية الصعبة والغيابات المؤكدة اللي عم بتواجه المنتخب الجزائري. بس هلأ صار لازم نفوت بتشريح حقيقي لغياب سمير شرقي بجهة اليمين وجوان حجام بجهة الشمال، ونركز على القوة الضاربة اللي عنا مثل هشام بوداوي واسماعيل بن ناصر. يا جماعة، لما نطلع على منتخب الكونغو الديمقراطية مع مدربهم سيباستيان دي صابر منشوف فريق بدني بامتياز، فريق بيعتمد على الأدرينالين والسرعة اللي بتخوف بالأطراف. بس بالفوتبول الفريق اللي بيعتمد بس على قوته البدنية بيكون عنده دايما ثغرات تكتيكية قاتلة إذا عرفت كيف تنرفزه وتسحبه لمنطقتك. والكونغو فريق بيعاني من مشكلة الاندفاع العاطفي، يعني بس يشموا ريحة هجمة بتلاقي الفريق كله اندفع لقدام ونسي إنه عنده ظهر لازم يحميه. وهون بنحكي عن مساحات الغدر اللي بتنترك ورا الأظلرة، خاصة آرثر مسواكو وجيديون كالولو. هول لعيبة بيحبوا الهجوم أكتر من عيونهم وبيعتبروا حالهم أجنحة مش مدافعين. وهون الشطارة عند بيتكوفيتش إنه يستغل هيدي الشوارع المفتوحة بظهرهم. وبما إنه جوان حجام غادر التربص وصار برا الحسابات، فالمسؤولية الكبرى هلأ رح تقع على كتاف ريان أيت نوري. أيت نوري لازم يكون المهندس بهيدي الجهة، بس بذكاء، لأنه إذا اندفع كتير لقدام ونسي إنه سمير شرقي مش موجود ليغطي بجهة اليمين أو يساعد بالعمق، رح نوقع بفخ المرتدات الكونغولية السريعة اللي بيقودها ميشاك إيليا. والحل هون هو إنه أيت نوري يلعب دور الظهير الوهمي اللي بيفوت لنص الملعب ليخلق زيادة عددية ويخلي الجناح اللي قدامه يفتح الملعب على الآخر لتوسيع دفاع الكونغو وخلخلة توازنه، لأنه دفاعهم بالارتداد الدفاعي بيصير عنده حالة من الضياع الذهني وما بيعرفوا يغطوا المساحات بالتايمينج الصح. وهيدي أول نقطة ضعف لازم الجزائر تضرب فيها من دون رحمة. وإذا نزلنا للعمق الدفاعي للكونغو منلاقي شانسيل مبيمبا، وهيدا اللاعب يا خيي هو قصة كبيرة، هو القائد وهو الصخرة، بس عنده نقطة ضعف بشرية هي الغرور التكتيكي. مبيمبا أوقات بحس حاله إنه بكنباور زمانه وبيبلش يراوغ بنص ملعبه أو بيطلع ليقطع كورة من نص الملعب وكأنه لاعب ارتكاز. وهون لازم ذكاء بغداد بونجاح أو المهاجم اللي رح يبلش إنه يلعب دور المستفز الهادئ، يعني يجر مبيمبا لبرات منطقته، يخليه يترك قلب الدفاع فاضي. وبما إنه سمير شرقي مش موجود ليقوم بالتغطية العكسية بالسرعة المطلوبة إذا انقطعت الطابة، لازم التفاهم بين عيسى ماندي ورامي بن سبعيني يكون على أعلى مستوى، لأنه مهاجمي الكونغو مثل باكامبو بيلعبوا على الكرات الطويلة والساقطة بدغر المدافعين. والحل هون هو اللعب بدفاع متأخر شوي كرمال ما نترك مساحة لسرعتهم، وبنفس الوقت نعتمد على التسلل بذكاء، لأنه الكونغوليين أوقات بيندفعوا بلا تفكير وبيوقعوا بمصيدة التسلل بسهولة إذا كان الدفاع منظم ومنسجم. وهيدا دور بيتكوفيتش، إنه يزرع الانضباط السويسري بقلوب المدافعين الجزائريين بهاللقاء المفصلي، خاصة وإنه حارس مرمى الكونغو دايما عنده تردد قاتل بالخروج للكرات العرضية. فالجزائر لازم تركز على الكرات اللي بتنلعب بمنطقة الموت بين الحارس والمدافعين، لأنه الحارس لما يشوف المدافعين عم يركضوا لورا بوجه مرمهن ببلش يضيع وما بيعرف إذا لازم يطلع يلم الطابة أو يثبت على خط المرمى. وهون بيجي دور الموتور اللي ما بيطفي، هشام بوداوي. هيدا اللاعب هو الجوكر الحقيقي بتشكيلة بيتكوفيتش هلأ. فبوداوي هو اللي لازم يقوم بدور الربط بين الدفاع والهجوم، عنده ميزة الركض بذكاء والضغط على حامل الكورة من دون ما يرتكب أخطاء. وضد فريق مثل الكونغو بيعتمد على القوة، بوداوي لازم يكون هو المسمار اللي بيفكك هجماتهم قبل ما تبلش. وبوجود إسماعيل بن ناصر حده منقدر نسيطر على نص الملعب بالطول وبالعرض، لأنه بن ناصر هو الترمومتر اللي بيضبط الإيقاع،
وإذا قدر بوداوي وبن ناصر يحرموا لاعبية الكونغو من نفس الكورة رح يخلوهم يركضوا على الفاضي ويتعبوا بدنيا بالربع الأخير من الماتش، وهيدي هي اللحظة اللي منقدر فيها نضربهم بالقاضية. وبما إنه ما عنا مراوغ فذ مثل محرز وعمورة ليفتح اللعب بلمحة فردية، لازم نعتمد على اللعب الجماعي والمثلثات، وبوداوي هون هو رجل الساعة، لازم يتحرك بالهاف سبيسز، يعني بالمساحات اللي بين قلب الدفاع والظهير، لأنه هيدي المنطقة هي نقطة ضعف الكونغو الذهنية. وإذا قدر بوداوي يربط بين بن ناصر والأطراف بتيكي تاكا سريعة وتمريرات من لمسة واحدة، رح يخلي دفاع الكونغو يدوخ وما يعرف مين عم بيراقب، لأنه الفريق اللي بيعتمد على القوة البدنية بيتعب كتير لما يواجه فريق بيلعب كورة سريعة وقصيرة على الأرض. والسر هون هو تمويت الرتم، يعني الجزائر لازم تسيطر على الكورة، تدورها وتخلي لاعبية الكونغو يركضوا وراها بلا فايدة. وإذا بدنا نروح أبعد بمخبة كوفيتش، بشوف إنه غياب سمير شرقي وحجام ممكن يجبره يغير الرسم التكتيكي ليحمي أطرافه، وممكن يفاجئنا بخطة 3-5-2. وهيدي الخطة يا خيي هي الدواء لسرعة الكونغو، لأنه بوجود 3 قلوب دفاع مثل ماندي وبن سبعيني وبالعيد منكون سكرنا العمق تماما، وعوضنا غياب شرقي بزيادة عددية بقلب المنطقة، ومنعطي حرية لبالغالي وأيت نوري ليصيروا أجنحة طائرة. وهيك منجبر أجنحة الكونغو إنهم يرجعوا يدافعوا وراء أظهرتنا، وبدل ما نكون نحن اللي عم ندافع منصير نحن اللي عم نفرض أسلوبنا. والكونغو لما تلاقي حالها عم بتدافع ب5 أو 6 لاعبية بتفقد قدرتها على المرتدات، لأنه المسافة بين دفاعهم وهجومهم بتصير طويل كتير، وهون منقدر نتحكم بترمومتر الماتش مثل ما بدنا. ولازم نركز كمان على سلاح التسديد من برا المنطقة، لأنه حارس الكونغو أوقات بيبهرك بصديات خيالية، بس عنده نقطة ضعف واضحة بالتسديدات البعيدة والزاحفة. وبما إنه عنا بوداوي وبن ناصر والبقية الشباب بيعرفوا يسددوا من برا المنطقة، لازم نجرب حظنا ونقصوا في المرمى من بعيد، لأنه هيدا الشي رح يجبر مدافعي الكونغو يطلعوا لبرات منطقتهم ليضغطوا على المسدد. وهون بتفضل مساحة لبغداد بونجاح أو عمورة ليتسللوا ويسجلوا. فاللعبة هي لعبة شطرنج بامتياز، ومين بيقدر يسحب التاني لمنطقته هو اللي رح يضحك بالآخر. بدنا ننتبه كمان لنقطة كتير مهمة، وهي إنه غياب الأسماء بيعطي روح تانية للاعبين الأساسيين، لأنه بيعرفوا إنه المسؤولية كبرت وما في مجال للغلط. وبيتكوفيتش لازم يزرع بقلوبهم إنه المجموعة هي اللي بتجيب البطولات مش الأسماء الفردية. والجزائر عبر التاريخ دايما بتبدع لما تنجرح أو تنقص صفوفها، لأنه النيف الجزائري بيتحرك وبيرفض الخسارة، وهيدا اللي ناطرينه ضد الكونغو. ناطرين معركة تكتيكية بطلها بوداوي بنص الملعب، ومنفذها أيت نوري على الأطراف، وحاميها ماندي بالدفاع، وبإدارة المعلم بيتكوفيتش اللي لازم يقرأ الماتش لايف ويغير التكتيك حسب سير الأحداث، لأنه الكونغو فريق إذا ما سجل فيه ببلش يفقد توازنه ويتحول لعشوائية مفرطة. وهون لازم نكون قناصين ونخطف بطاقة التأهل للربع النهائي بجدارة، ولازم اللعيبة يعرفوا إنه الذكاء بيغلب القوة دايما. وغياب حجام وشرقي صح بيوجع، بس المنتخب بمن حضر، والجزائر عندها دكة بدلاء فيها شباب جوعاء كورة وبدهن يثبتوا حالهن. وأنا وسام حداد من منبري هيدا ببيروت بقلكن إني متفائل كتير، لأنه الجزائر لما تنحط تحت الضغط بتبين معادن رجالها، والتكتيك اللي رح يحطه بيتكوفيتش رح يكون هو المشرط اللي بيفكك دفاع الكونغو قطعة قطعة. المهم نلعب بقلب جزائري وعقل أوروبي، وهيك الكأس بصير أقرب من أي وقت مضى. بالنهاية أنا وسام حداد بقلكن إنه هيدا الماتش هو مفتاح البطولة للجزائر، وإذا قطعنا عقبة الكونغو بهيدي الغيابات رح نصير المرشح الأول للقب، لأنه الفريق بيكون كسب شخصية البطل الحقيقي اللي بيتحدى كل الظروف. خلي ثقتكن كبيرة بالخضرة، وخلينا ندعم الصغير الموهوب مازا وكل الشباب، لأنه هولي محاربي الصحراء اللي ما بينكسروا هببا، والملعب هو اللي رح يحكي الحقيقة. والرد الجزائري رح يكون قاسي بقلب الميدان، لأنه الفوتبول عادل وبيروح للي بيحترمه وبيلعب بذكاء، والجزائر اليوم عندها كل المقومات لتهزم الفهود بسلاح العقل والتكتيك المنظم. تحيا الجزائر، وقلبنا معكم دايما من بيروت لكل شبر بأرض 1.5 مليون شهيد، وإن شاء الله التأهل جزائري وبجدارة تكتيكية بتدرس بالكتب. وموعدنا بعد الماتش لنحلل الفوز الكبير ونبارك لكل الجزائريين بهيدا الإنجاز اللي رح يهز القارة السمراء كلها.